توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه عقب فوزه بهدفين نظيفين على تولوز. وعلى ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان افتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي الشاب كانج إنالي في الدقيقة 3. وتكفل النجم كيليان مبابي بإحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44 ليواصل هز الشباك مع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات. ورفع مبابي رصيده التهديفي مع سان جيرمان في الموسم الحالي إلى 22 هدفاً خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق في جميع البطولات، فيما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه. وشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي للمرة 17 في تاريخه عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين سجل تولوز ظهوره الثاني في المسابقة بعدما توج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي أيضاً إثر فوزه الكاسح 5-1 على نانت في المباراة النهائية. وبذلك عزز سان جيرمان الذي فاز باللقب للمرة 10 في النسخ 11 الأخيرة للسوبر الفرنسي رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، مبتعداً بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون. في المقابل واصل سوء الحظ مطاردته لتولوز في البطولة بعدما عجز عن التتويج باللقب في ظهوره الأول بمباراة السوبر منذ عام 1957. يذكر أن هذا هو اللقاء الثاني الذي جرى بين سان جيرمان